السلام عليكم متابعيني الكرام، واهلا وسهلا فيكم مطبخي. راح نعمل اليوم مع بعض كيكة الرطب، كيكة لذيذة وشهية، وانا متأكدة راح تعجبكم. يلا لنشوف المكونات وطريقة العمل. عندي هون 5 بيضات نحطهم. بسم الله. 3/4 كوب سكر، معلقة صغيرة فانيليا، ونخفقهم حوالي من 10 دقايق لربع ساعة حتى الخليط يبيض ويخف عندي. هلا هيك الخليط صار عندي جاهز، شايفين؟ هلا انا عندي كوب طحين، راح اضيف عليه معلقة بيكنج باودر وانخله وحرك بالتدريج. هون كمان عندي كوب نص زيت ونص حليب، كمان بضيف بالتدريج وبقلب تقليب. بقلب على مهلي الخليط. شوي طحين، شوي من خليط الزيت والحليب. كل ما اختفت كمية الطحين حطيت نص كوب كمان طحين، يعني كوب ونص. هاي اخر دفعة، كوب ونص طحين. هاي كمية الحليب والزيت اللي ضلت عندي. بنقلبهم كويس من تحت لفوق، من تحت لفوق، حتى ما يضل عندي ذرة طحين إلا تختلط بهالشكل هذا. وعلى مهلكم. هلا هيك عندي اختلط كلياته. انا مشغله طبعا الفرن مسبقا على درجة حرارة 180. هلا هون عندي هذا القالب مبطنته بورق الزبدة، وراح صب الخليط فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا مندق قالب دقتين 3 حتى نطالع الهواء. عندي هون انا الرطب اللي هو التمر قبل ما ينضج مزبوط، شايفين؟ باخذ الرطب، حبة الرطب بقسمها هيك بالنص، طالع النوى منها، وراح احطهم هون. بسم الله الرحمن الرحيم في هالشكل هذا. شكل عشوائي هيك بصف الرطب فوق خليط الكيك. صفينا الرطب هيك فوق الكيك. عندي هون جوز، راح هيك كسره ونزله كمان بين حبات الرطب.
كيكة فيها جوز وفيها رطب يعني كيكة مغذية بالإضافة لطعمتها الشهية. بتمنى تجربوا هالكيكة. مثل ما حكينا الجوز بشكل عشوائي. هلا راح اخذها للفرن. الفرن مشغل مسبقا على درجة حرارة 180 على الرف الاوسط. تاخذ معنا حوالي 30 لل 35 دقيقة. هاي كيكتنا بعد 35 دقيقة. على فكرة أنا بال 22 دقيقة طالعتها من الفرن. كان أول قسم من الرطب نزل لتحت. أوكي، فصفيت صف تاني ورجعت كملت استواءها بالفرن. هاي بعد 35 دقيقة طلعت. نتركها شوي تبرد وبعدين فرجيكم اياها. هلا انا بردت عندي كيكة، شايفين ما شاء الله طراوي ولا اروع من هيك. عندي هون صوص الكراميل، راح هيك زينها بصوص الكراميل. صوص الكراميل بيعطينا نكهة طيبة. هيك كيكتنا صارت جاهزة. وهلا رح نقطع. شايفين تبارك الله. ولا أروع من هيك. لسه سخنين ما شاء الله. الطعم بشهي. بتمنى تجربوا هالكيكة وبتمنى تنال اعجابكم وتكتبوا لي بالتعليقات عن رأيكم. لهون بيكون انتهينا من كيكتنا. إذا عجبتكم كيكة الرطب وعجبتكم طريقة العمل لا تنسوا تدعموني بلايك وشير. إذا كنتوا جدد على القناة فعلوا زر الاشتراك حتى يوصلكم كل جديد. وشكرا لحسن المتابعة.